تعالي بقى نستغل موسم السردين، وتعالي نخلل ونعمل مخلل سردين ونملحه بطريقة ممتازة. سهل جدا، أبسط طريقة ممكن تعملي بيها وهتاكليه خلال أيام. حاجة كده زبدة روعة، اللهم بارك. تعالوا بقى نسمي بالله. بس لو انت أول مرة تشوفيني، أنا عزة بسيوني، أتمنى منك تدخلي حالا للقناة وتقيميها. لو عجبتك وعجبك محتوايا حطي لي لايك واعملي لي اشتراك للقناة، وتعالي نشوف وصفتنا عبارة عن ايه، ونشوف مقاديرنا كمان وعملناها ازاي. اول حاجة ده كيلو من السردين البلدي، غسلته غسلة حلوة. وبعد كده كمان شلت القلب بتاعه، فيكي ما تشيلوش، بس انا حبيت انضف القلب بتاعه وشطفته شطفة على الهادي كده، لانه بيبقى طري جدا وناعم. فبحذر كده وانت بتعملي، حتى لو شلتي القلب بتاعه هتشيليه بايديكي بصوابعك كده، لانه ناعم جدا وسهل يشيل. بتكون السمكية طازة زي ما انت شايفة كده، وعينيها بتلمع ومحمرة كده، وقلبه زي الفل زي ما انت شايفة كده. ده طازة وزي الفل، هيطلع معايا مخلل زي الفل من غير ما يعمل ريحة وحشة ولا اي زفارة. طول ما السمكية طازة معايا تتخلل تبقى ريحتها زي الفل. غسلته وشطفته وبيته ليلة كاملة في التلاجة بعد ما غسلته في مصفى وتحتيها طبق، علشان أي دم ممكن يعمل ريحة مش كويسة ينزل معايا. يبقى بعد ما تغسليه هتبيتيه ليلة كاملة. تعالي بقى بقية التحضيرات. هنحضر علبة ونحط فيها كيسين، يعني يكونوا تقال شوية. كيس أنا حطيت كيس تلاجة وحطيت تحتيه كيس تقيل شوية. غلفت العلبة كويس، وبعد كده هبتدي أحضر الخلطه بتاعتي. فيكي تحطي في برطمان ازاز، انا هنا استخدمت علبه بلاستيك. لو برطمان ازاز محكم الغلق كده يبقى تمام جدا. انا حطيت في اكياس البلاستيك عشان يكون محكم الغلق معايا. هجيب الملح، ويستحب الملح الخشن. الملح الصخري بيتباع عند العطارين، الكيلو بتاعه ب6 جنيه 7 جنيه في الحدود دي. هاخد منه، انا خدت هنا 3، لا ده انا هاخد 4 معالق كبار ومعلقتين شطة. وفيكي تحطي بابريكا لو حابة اللون يكون محمر بزيادة. انا بحبها مشطشطة فحطيت شطة، وضفت قرون شطة كمان. لو حابة طريقة تجفيف الشطة دي قوليلي وانا هحط لك اللينك بتاعها. بجففها في البيت، بجيبها وبنشطفها وبعد كده بنجففها بطريقة بسيطة جدا. هجيب العلبة وابتدي ارص السردين بحيث يكون لازقين في بعض، مش هسيب اي فراغ. انا هحط شوية ملح بشطة من تحت. انا حطيت هنا 3 معالق الملح، بس لسه في معلقة كمان جاية هضيفها. انا بحط كمية الملح اللي بحيث ما اسيبش ولا سردينة غير لما تكون متغلفة بالملح. انا برشرش الملح. فيكي تمسكي سردينة سردينة وتملحيها، بس الاسهل ان انت ترصيهم وترشي الملح عليهم دفعة واحدة، ده اسهل لك انت. وادي المعلقة الزيادة اللي انا ضفتها، حسيت ان كميه الملح هتكون قليله عقبال ما اخلص بقيه السردين. انا عايزه كل طبقه يكون شاربه من الملح بتاعها علشان يتخلل وما يعملش اي عفن ولا يعمل اي ريحه مش كويسه. وبين كل طبقه وطبقه حطيت قرون من الشطه، ودي اختياريه تماما ليكي ما تحطوهاش، بس انا بحب الحاجه مشطشطه شويتين. ولو مش مشطشطه بصراحه ما بتبقاش حلوه قوي. فليكي حريه الاختيار. انا بقيت احط واملى كل الفراغات بالسردين، وحجمها ممتاز. انا ما بحبش الاكبر من كده ولا بحب الاصغر من كده، عشان يكون فيها لحم. وفي نفس الوقت الكبيره قوي دي ما بحبهاش. انا بحب السردينه البلدي الحجم المتوسط. وليكي حريه الاختيار على حسب ما بتحبي، بس الطريقه واحده في جميع السردين وجميع تخليله. هتبتدي بكل الفراغات تملي بيها السردين كده وترشرش الملح. الطريقه زي ما انت شايفه كده شرحه نفسها بنفسها. عايزه اقول لك هتاكلي شويه سردين زبده. لو انت الملح الصخر ده او الملح اللي بتجيبيه من العطار مش حابه تجيبيه، بس عايزه اقول لك ان هو في المخللات روعه روعه روعه. اي مخللات سواء سردين فسيخ، حتى لو مخللات العاديه خالص اللي هي الترشي والحاجات البلدي، بيحافظ عليها، ما بيخليهاش تطري، ما بيخليهاش تبوظ مع الوقت. فلو عايزه تعملي مخللات او تخليل اي مملحات، افضل طريقه هو الملح الخشن وتجيبيه من العطار. لو مش متوفر عندك ومش حابه تستخدميه، ممكن الملح العادي هتحطي لنفس كميه الملح بحيث الملح يغمر السردين. في الاخر بعد ما خلصت كل الكميه ورشيت الملح على الوش زي ما انت شفتي كده، هبتدي اجيب الزيت ورشرشت حوالي معلقتين، ومش هيأثر على طريانه ولا هو يكون زبده ولا الكلام ده. كل ما في الموضوع بيديله لمعه حلوه بس كده. فانتي ممكن بعد ما تخلصي تخلي وتيجي تاكلي رش الزيت اللي انت عايزاه. انا اكتفيت بس بمعلقتين، وقفلت عليه وقفلت الكياس كويس جدا، وفتحت عليه من بعد يعني تم 7 ايام ابتدي افتحي عليه.
عايزه اقولك ان الملح الخشن هنا فايدته مهما يقعد معاكي ملحه مش بيزيد. يعني الملح العادي اللي هو الناعم اللي بنستخدمه في الطعام العادي لما بيقعد وبيطول اي مخللات فيه بيملح الحاجه زياده عن اللزوم. لا بالعكس، الملح الخشن مهما يقعد بيخلي الحاجه الملوحه بتاعتها مظبوطه جدا، ما بيملحش بزياده. هتاكليه مش هتحسي بملوحه طاغيه ولا اي حاجه، هتحسيه طعمه حلو جدا. زبده جربيه بطريقتي وان شاء الله الطريقه تعجبك جدا. ولو انت لسه موجوده معايا لغايه دلوقتي ادعميني باللايك واشتراك في القناه. وبدات اطلعه كده، عايزه اقولك والله العظيم حاجه كده قمر. زبده ناعم جدا وطري ومزبت كده، روعه. هاتيه واعمليه في البيت وخليه احلى وانضف 100 مره من بره. جربيه، وكفايه ان انت عاملاه بايدك وبنظافتك. بصي وادي الصوص اللي نزل منه، وادي هوريكي قد ايه السردينه من جوه محمرة خالص، حاجة كده مزبدة روعة، ملحها مظبوط بالشعرة. عايزة اقولك ازاي تحفظيه، هقولك دلوقتي. نفترض انت دلوقتي خلاص فتحت عليه واستخدمتي منه وكلتي منه وفاضل شوية، هتحطيهم في علبة وتحطيهم على رف التلاجة. هتسيبيهم فترة طويلة، شهور، تسيبيه سنة، تخزنيه براحتك لو انت عاملة كمية كبيرة. بس هتحطي الكمية اللي هتطلعيها تفك تاكليها، يعني بحيث ما يفكش وترجعي تحطيه يتجمد تاني. فانت لو هتاكليه زي ما بقولك كده تطلعي على قد ما تاكلي بالظبط من الفريزر. انا هنا حطيته على رف التلاجة لحد اليوم اللي اتجمعنا فيه انا واخواتي وخدته وكلناه مع بعض. وجربي الطريقة وان شاء الله تعجبك، حاجة كده زبدة وقمر زيك. اتمنى لو الفيديو عجبك تعملي لنا لايك، وكمان نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.